حكاية فيلمنا النهاردة عن شخص بيتحول لذئب بسبب لعنة ورثها من عيلته، وبيحاول يخبي سره عن بنته الوحيدة، ولكنها لما بتكتشف حقيقته ما بتقدرش تسامحه. بيبدأ فيلمنا مع واحدة بتدور على جوزها ويليام في الغابة لوحدها بالليل، وبتفضل تنادي عليه بصوت عالي، وفجأة بتصرخ لما بتشوفه متحول لوحش غريب، وبيكون بياكل في جسم طفل صغير. وفي مكان تاني في بيت عيلة تاريجان بنشوف الأب كلارك وهو بيقول لبنته جيني إن الفيران بتبهدل الكتب، فبتقوله إنها تروح للمدينة علشان تشتري مصيدة ليهم. وبتروح تخبط على بنتها ويلو اللي بتكون بتلعب لوحدها في أوضتها، وأول ما الباب بيخبط بتخاف، فبتقول لها جيني من ورا الباب إنها تروح هي ووالدتها للمدينة وهيرجعوا قبل ميعاد العشاء. ولكن ويلو ما بتردش عليها، وبتلبس جهاز التنفس بتاعها وبتراقبهم وهم بيخرجوا من البيت. ولما بيطلعوا من البيت بتجري وراهم، وبتفضل تبص على عربيتهم وهي بتتحرك لحد ما بتختفي من قدامها. وبيجي جدها كلارك من وراها وبيفكرها إنها ممنوع تخرج لوحدها، وبياخدها وبيرجعها للبيت. وبتفضل ويلو تلعب لوحدها لحد ما بتسمع صوت العربية، فبتقلق وبتقف تراقب اللي بيحصل من بعيد. وبتكون جيني راجعة منهارة لوحدها ومعاها لبس جوزها بس وهو مش موجود. وبتقول جيني لباباها إنها مش قادرة تستحمل اللي بيحصل ده تاني. وبالليل بتسمع ويلو كلاركو وهو بيتكلم مع جيني وبيقول لها إن بنتها أكيد هتعرف الحقيقة في يوم من الأيام. ولكن جيني بتقوله إنها مش هتعرف حاجة، وقبل ما تكمل كلامها بتحس بحركة ويلو فبتسكت، وبتخرج تقول لها إن العشاء جاهز. ولما بيقعدوا ياكلوا بيسمعوا صوت عالي، فبيسأل كلارك ويلو لو كانت متأكدة إنها دخلت كل الحيوانات في مكانهم، وبيقول لهم إنه هيروح يتأكد بنفسه. وبتكون ويلو خايفة، ولكن والدتها بتقول لها ما تقلقش لأن ده صوت الحيوانات مش أكتر. ولما بيخلصوا أكل بتقعد ويلو تلعب في أوضتها لوحدها، وبتسمع صوت في أوضة باباها، ولما بتقرب منه بتلاقيه بيصرخ بصوت عالي ومغطي وشه بالمخدة. وبتفضل ويلو تصحيه، ولكنه بيصرخ في وشها وبيكون شكله غريب، ولكنها بتكون بتحلم. ولما بتصحى من النوم بتشوف جدها ووالدتها وهما بينزلوا باباها من العربية، وبتكون حالته سيئة جدا. وبتقف تراقبهم من بعيد، ولما والدتها بتشوفها بتقفل الباب. وبتسأل ويلو والدتها ليه باباها كل مرة بيخرج من البيت بيرجع تعبان وحالته سيئة جدا، ولكنها ما بتردش عليها. ولما بتصر ويلو على السؤال بتوقع جين الكوباية على الأرض، وبتطلب من ويلو تروح لجدها. وبالليل بتسمع ويلو باباها وهو بيقول إنه تعبان وحالته بتسوء أكتر. ولما بتخرج والدتها من الأوضة بتبص عليه من مكان المفتاح، ولكنه بيبص عليها فجأة، فبتخاف وبتروح تستخبى في أوضتها بسرعة. وتاني يوم بتسافر ويلو مع والدتها للمدينة، وبتكون مبسوطة جدا، وبيديها جدها فلوس علشان تشتري اللي هي عايزاه. وبيبص عليها باباها من الشباك. ولما بيتحركوا من البيت بتقف جيني في نص الطريق وبتغير لبسها، ولما بتخلص بتخلي بنتها هي اللي تسوق، وبتطلب من ويلو ما تعرفش اللي حصل لحد. ولما بيوصلوا للمدينة جيني بتشتري فستان جميل لويلو، وبتكون ويلو مبسوطة بيه جدا. ولما بيرجعوا لبيتهم باباها بيقابلها، ولما بيشوف الفستان بياخده وبيفضل يلعب مع ويلو، ولكنها ما بتكونش مبسوطة معاه. وتاني يوم بتخبط جيني على ويلو وبتقول لها إن أكلها على النار وفي أكل يكفي جدها، وبتعرفها إنها تخرج وهترجع قبل العشاء. وبتكون ويلو خايفة، ولكنها بتقرر تروح وراهم. وبتتفاجئ إنهم راحوا المكان في الغابة ومعاهم حيوان، وبيدخلوا لمكان مقفول. وبتربط جيني ماكس جوزها بقيود حديد وبتقفل عليه، وبتخرج وبتستخبى ويلو أول ما بتشوف والدتها خرجت. وبتدخل المكان وبتجري علشان تشوف باباها، وبتحاول تعرف هما مخبيين عليها ايه. وبتشوفها جيني وبتفضل تنادي عليها وتقول لها ما تدخلش، ولكنها ما بتسمعش كلامها وبتدخل. فبتروح جيني وراها وبتاخدها للبيت بسرعة، وبتحط لها جهاز التنفس علشان ترجع لوعيها. وبتفضل ويلو تفتكر شكل باباها وهو بيتحول، وبتخاف وبتصرخ وبتفوق. وبتفضل خايفة وما بتتكلمش مع حد. وبيقول كلارك لجيني إن بنتها مش لازم تفضل محبوسة باقي حياتها بسببهم. وبتسمعهم ويلو وهم بيتخانقوا، وبتدخل أوضتها وبتقطع الفستان اللي والدتها اشترته ليها. وبالليل بتسمع ويلو صوت باب أوضتها في حد بيحاول يفتحه، فبتخاف وبتقوم علشان تستخبى. ولكن الباب بيتفتح وبيكون جدها وبيقول لها إنهم هيمشوا، وبياخدها بالعربية. ولكن جيني وماكس بيوقفوه وبيتخانق ماكس معاه. وبتقول جيني لكلارك إنها بتكرهه وإنها مش هتستحمله زي والدتها، وبتطلب منه يمشي من البيت وبتقوله إنه وحش. فبيمشي كلارك لوحده وهو بيسيبهم. وبتفضل ويلو تقول لهم إنها بتكرههم ومش عايزة تعيش معاهم. ولكن ماكس بيركب العربية وبيرجعها للبيت. وتاني يوم بيطلب ماكس من ويلو تركب العربية معاه، ولما ما بتردش عليه بيزعق فيها، فبتخاف وبتركب. وبيفضل ماكس سايق وهو ساكت لحد ما بيوصلوا لنفس المكان اللي كان محبوس فيه.
وبينزل ماكس وبتنزل ويل وراه وبيقول لها ماكس انه هيخليها تعرف كل حاجة دلوقتي. ولما بيدخلوا اول حاجة بيقول لها ان كلارك جدها شخص طيب جدا وانها محظوظة بيه لانه بيحبها من قلبه. وبيقول لها انه ما شافش جده ولا مرة، ولكنه كان شخص قوي وبيحب جدته اكتر من اي حاجة في الدنيا، ولكنه كل ما بيكتمل القمر كان بيهرب لمكان بعيد في الغابة وبيتحول لوحش غريب. وعلى الرغم من الألم اللي كان بيحسه إلا إنه خبى على مراته لأنه كان خايف عليها حتى من نفسه، ولكنها لما لاحظت هروبه المتكرر كل شهر في نفس الميعاد قررت تروح وراه في الغابة وتكتشف هو مخبي عليها إيه. وشافته فعلا بعد ما تحول لوحش، لكنه لما الشمس طلعت كان فات الأوان وقتلها، ولأنه بيحبها ما قدرش يسامح نفسه وانتحر. وبيكون جده هو نفسه ويليام. وبيعيط ماكس وبيقول لها ان تحوله مش بايديه وانه مختارش يكون ملعون، فبتقرب منه ويلو وبتحضنه. ولما بترجع ويلو البيت بتقول لوالدتها ان جدها وحشها وانها عايزة تشوفه، ولكنها ما بتردش عليها. وتاني يوم بتروح ويلو مع باباها للغابة وهو بيقطع الخشب وبيفضل يلعب معاها وبيطلب منها توعده انها تحمي عيلتهم بأي طريقة وعلاقتهم بتتحسن. ولما وقت الغدا بيجي بيديلها الاكل اللي جيني حضرته ليهم، ولكن لما بيروح يحضر الشاي بيشوف اللبس اللي جيني حطاه في العربية وبيتعصب. ولما بتحاول ويلو تتكلم معاه بيزعق لها وبيرمي الأكل بتاعها وبيقول لها تسكت. ولما بيرجع للبيت بيتخانق مع جيني وبيكون شاكك إنها بتخونه، ولكنها بتحلف له إنها ما قابلتش حد، فبيعتذر لها وبيقول لها إنه خايف إنها تسيبه. وتاني يوم بتلاقي ويلو فستانها الجديد والدتها صلحته، ولما بتلبسه والدتها وباباها بيجيبوا لها هدية بمناسبة عيد ميلادها، وبيرجع كلارك البيت وبيجيب لها كلب هدية. وبتكون ويلو مبسوطة برجوعه وبتفضل تلعب مع الكلب، ولكن جيني بتسأله هو هيمشي امتى. وبالليل بتسأل ويلو والدتها لو كانوا في أمان، فبتوعدها والدتها إنها مش هتسمح أي حاجة تاني. ولما بيجي وقت اكتمال القمر بيروح ماكس لمكانه وبتروح جيني معاه وبتأيده زي كل مرة وبتمشي. وبالليل بتفضل ويلو تشوف كوابيس وبتشوف نفسها بتتحول لوحش زي باباها بالظبط، وبتصحى وهي خايفة وبتكون مش قادرة توصل لجهاز التنفس بتاعها، وبتقع على الأرض وبتفضل تحاول لحد ما بتوصله على آخر لحظة. ولما بتنزل تشرب مية بتسمع صوت خبط على الباب فبتعتقد إنه باباها، وبتروح تفتح له، ولكن كلارك بيمسكها وبيدخلها البيت وبيقول لها إن الصوت ده بسبب الهوا بس، وبيوعدها إن كل حاجة هتكون كويسة الصبح. ولما بيخرج من الأوضة بتخرج جيني وراه وبتاخد منه مسدسه وبتتخانق معاه، وبتروح لويلو بتقف ورا الباب وهي خايفة وبتسمعهم، وبيقول كلارك لجيني إن المسدس موجود معاه علشان يحميهم مش أكتر، وبيقول لها إن ماكس في النهاية هيقتلهم كلهم. وبتتعب ويلو تاني وبتتخنق وبتكون مش قادرة تتنفس وبيغمى عليها وبتقع على الأرض. وبيسمع كلارك صوتها وهي بتقع وبيطلع هو وجيني لأوضتها بسرعة وبيحاولوا يخلوها تتنفس، ولكن أسطوانة الأكسجين بتكون فاضية فبتخرج جيني علشان تملاها بسرعة. وبتفضل تصرخ على ماكس وبتقوله إنه لازم يوقف اللي بيعمله لأنها لازم تخرج علشان تنقذ بنتهم. وبيقع المسدس منها من غير ما تاخد بالها، ولكنها بتقدر تجيب أسطوانة الأكسجين وبترجع للبيت بسرعة وبتقول لباباها إن ماكس هيدخل البيت. ولما بيسألها عن المسدس بتكتشف إنها وقعته، فبيطلب منها كلارك تستخبى، وفعلا بتاخد ويلو وبتستخبى وبتفضل تترجاها ترجع تتنفس تاني. وبيدخل ماكس البيت وبيقتل كلارك، ولما بيقرب من المكان اللي جيني مستخبية فيه بتفوق ويلو، ولكن جيني بتحط ايديها على وشها علشان ما يسمعش صوتها. ولما الصوت بيبعد عنهم بتقول جيني لبنتها انهم لازم يخرجوا من البيت وبتاخد بنتها علشان تهرب، ولكن ماكس بيكون لسه مستخبي في البيت فبيستخبوا منه لحد ما بيمشي بعيد عنهم. وبتشوف جيني باباها على الأرض وبيكون لسه عايش، فبتوعده إنها ترجع له وبتخرج بنتها من البيت وبتديها المفتاح وبتطلب منها تستناها في العربية، وبتقول لها إنها لو ما خرجتش تهرب وتفضل سايقة وما تبصش وراهم. وبترجع جيني لباباها وبتطلب منه ما يعملش صوت وبتاخده وبتستخبى، وبيفضل ماكس يدور عليهم. ولسوء الحظ بتقفل المصيدة على ايد جيني فبتصرخ وبيسمع ماكس صوتها، فبتقرر ويلو تساعدهم وبتربط سلسلة في الشباك اللي والدتها تخرج منه، وبتربط الناحية التانية في العربية وبتقدر تكسره وبيركبوا العربية ولكنها ما بتتحركش. فبيطلب منهم كلارك يهربوا وبيخرجهم من البيت. هو بيقفل الباب عليه وبيطلب من جيني تحمي ويلو، فبتتحرك جيني وويلو وبيجروا في الغابة، ولكن ويلو بتقعد وما بتكونش قادرة تتنفس بسبب الخوف، فبتحاول والدتها تهديها لأنهم لازم يتحركوا. ولما بيكونوا خلاص هيخرجوا من الغابة بتخاف ويلو وبتقول لجيني إنه ممكن يكون موجود فوقهم، فبتقول لها تستخبى ورا شجرة وبتخرج هي الأول وما بيكونش موجود فعلا، ولكنه بيظهر من ورا ويلو وبيخطفها وبيجري وبيدخل البيت تاني، فبتروح جيني وراه وبتفضل تترجاه يسيب بنتهم، وبتقوله إنهم بيحبوه وإنه لازم يرجع ليهم دلوقتي، فبيسيبها ماكس فعلا ولكنه بيكون هيقتل جيني.
وبتوقع النار على الأرض وبتتصاب جيني في رجلها، فبتقرر ويلو تنقذ والدتها. وبتفتكر ماكس لما خلاها توعده إنها تحمي عيلتهم بأي طريقة، وبتفتح الاسطوانة بتاعتها وبتولع النار فيه وبتنقذ والدتها منه. وبعد فترة من اللي حصل بتقرر جيني تسافر بعيدة علشان بنتها تتخطى اللي عاشته، وبتكون عايزاها تنسى كل اللي حصل. وبتقف تفتكر مع ويلو كل ذكرياتهم في المزرعة، وبيمسكوا ايدين بعض علشان يبدأوا حياة جديدة ما فيهاش أي خوف. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إنك لازم تحمي عيلتك بأي تمن. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.